أعلن اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري لتقام في 11 من فبراير من العام الجديد. أعلن اتحاد الكرة رسميا تأجيل مباراة الزمالك وسموحة في الدوري لتقام في 12 من فبراير. تأجيل المباراتين جاء بسبب انشغال الثنائي بمباريات الجولتين الأولى والثانية في دوري المجموعات بدوري الأبطال والكونفدرالية. نفى الأهلي كل ما يثار حول تحفظات المدرب بخصوص مستوى محمد علي بن رمضان مؤخرا أو وضعه ضمن الأجانب المرشحين للرحيل، مؤكدا الثقة الكبيرة في إمكانياته. أكد الأهلي أن كل ما يثار حول خصم نسبة كبيرة من راتب إمام عاشور بسبب إصابته عار تماما من الصحة، واللاعب يحصل على راتبه بالكامل. اطمأن الأهلي على محمد الشناوي من الجهاز الطبي للمنتخب، والذي أكد أن غيابه عن المباراة الأخيرة كان تحفظيا فقط لشعوره بالإجهاد. ينتظر الأهلي تقريرا طبيا دقيقا من المنتخب الوطني يوضح إصابة زيزو. أكد مصدر بالمنتخب أن الفحوصات الأولية تشير إلى عدم معاناة زيزو من إصابات مؤثرة. ينتظر ياسين مرعي في الأهلي برنامج تأهيلي مكثف للتخلص من الإجهاد وتجهيزه لمباراتي شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي. تشير تقارير صحفية إلى أن المدرب قد يفاجئ الأهلي في الاجتماع المقبل بترشيح أسماء معينة لتدعيم الهجوم، بخلاف الأسماء المرشحة من لجنة السكاوتينج. استغل الأهلي خروج منتخب الشباب لضم حمزة عبد الكريم لمران الفريق الأول لتجهيزه لمباراتي شبيبة القبائل والجيش الملكي المغربي. اقتنع المدرب الدنماركي بأكثر من اسم مميز في أوروبا يرى أنهم سيخدمون طريقة لعبه بشكل أكبر. تواصل محكمة التحكيم الرياضية تجاهل قضية بيراميدز بخصوص بطولة الدوري المصري الموسم الماضي، واستبعدتها من جلسات الاستماع حتى 17 ديسمبر القادم. يستغل الأهلي مباراتي المنتخب الثاني أمام الجزائر لمتابعة عماد الدين عز المدافع الجزائري في الدوري الروسي، والمعروض على النادي من إحدى شركات التسويق. يصطدم المنتخب الوطني بمنتخب الراس الأخضر في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع ببطولة العين الودية بعد الخسارة بهدفين نظيفين أمام أوزبكستان في مباراة سادتها الأخطاء الدفاعية الكارثية والعشوائية الهجومية. تحجج حسام حسن المدير الفني للمنتخب بالغيابات المؤثرة بعد الخسارة أمام أوزبكستان، مؤكدا أن المنتخب خاض المباراة بعناصر جديدة وكان يجرب بعض الأمور. عاتب حسام حسن مدافع المنتخب الوطني بعد الأداء الدفاعي الكارثي الذي ظهروا به أمام أوزبكستان. كانت هناك إشادة كبيرة بالمستوى الذي ظهر به أحمد فتوح وطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني من مباراة أوزبكستان. وجهت انتقادات جماهيرية كبيرة لمستوى محمد صلاح وعدم تقديمه أي شيء في مباراة أوزبكستان. قدمت جماهير الأهلي والزمالك التحية لإبراهيم فايق. جرى الاتفاق بين إبراهيم فايق وتريزيجيه على تأجيل ظهوره في البرنامج لليوم التالي لتخصيص حلقة اليوم للراحل محمد صبري. انتقد حسني عبد ربه أداء منتخب مصر أمام أوزبكستان بشدة، مؤكدا أنه أسوأ مباراة منذ تعيين حسام حسن مدربا، والمنتخب اليوم كان قريبا من خسارة أكبر. أكد عبد ربه أن المنتخب تأثر بشكل كبير بالطريقة التي اعتمد عليها حسام حسن، وتمنى أن يتلاشى الجهاز الفني هذه الأخطاء سريعا. أكد أحمد بلال أنه يشفق على محمد علي بن رمضان في ظل المستويات الرائعة لديانج ومروان عطية وزيزو وعودة إمام عاشور. أشار محمد بركات إلى أن الهجوم الكبير من جماهير الزمالك على زيزو في نهائي السوبر المصري الماضي كان طبيعيا ومتوقعا، واعتبره اعترافا بحزن الجماهير الشديد على اللاعب. أكد بركات أن زيزو أظهر احتراما وخلقا عاليا بعدم الإشارة بأي شيء للجماهير، ورد بأدائه في الملعب، وأثبت أنه لاعب كبير ومكسب كبير للنادي الأهلي. أشار بركات إلى أنه تعرض لنفس الهتافات والهجوم من جماهير الإسماعيلي في أول مباراة له بعد انتقاله للأهلي، واصفا هذه الأمور بالطبيعية في كرة القدم. استبعد منتخب مصر الثاني ياسين مرعي من مباراة الجزائر الودية بسبب شكوى اللاعب من إجهاد عضلي ومخاوف من تفاقم الإصابة إلى شد، وينتظره برنامج تأهيلي مكثف في الأهلي. يستطلع الأهلي رأي ثرب بخصوص إمكانية خروج جراديشار للإعارة في يناير القادم لعدم اقتناء البعض بمستواه الذي يقدمه كونه يشغل مكان لاعب أجنبي. يعرض الأهلي جراديشار على عدة أندية خارجية لتوفير عروض جيدة له. يستعد أحمد عبد القادر للاحتفال بزفافه خلال أيام قليلة في المنصورة. ينتظر الأهلي رأي المدرب فؤاد الزهواني الظهير الأيسر المغربي الشاب
قبل إرسال عرض رسمي لضمه. أكد الأهلي غياب جراديتشار عن مباراتي شبيبة القبائل والجيش المغربي بعد رفض الكاف إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها اللاعب.